هو ليه أي شخصية قوية أو ملهمة لازمًا في الآخر يركزوا على ميولها الجنسية؟ خدتوا بالكم إن في الفترة الأخيرة اتجاه غريب شويتين في بعض الأعمال أو تقريبًا كلها، وهو إن أي شخصية قوية ومؤثرة والجمهور حبها فعلًا لازمًا بعد فترة جزء كبير من النقاش يبقى عن حياتها العاطفية وميولها الجنسية أكتر من إنجازاتها ورحلتها نفسها. خدوا برلين مثلًا، بلاش، فاي من أركان. الناس حبت فاي وأنا منهم علشان هي شخصية قوية، بنت اتربت في ظروف صعبة وخسرت ناس كتير واتخانقت مع الدنيا كلها تقريبا. في كل مرة كانت بتقع كانت بتقوم وبتقف على رجليها من جديد، علشان كده الجمهور حبها. لكن مع الوقت بقى في كلام كتير عن هي ايه وبتحب مين أكتر من رحلتها نفسها، ونفس الفكرة شفناها مع شخصيات تانية كتير، لدرجة إنك ساعات بقيت بتحس إن بعض الكتاب أو الشركات علشان يخلقوا شخصية مؤثرة وقوية لازم يكون عندها عنصر جدلي أو هوية معينة، وده علشان تفضل شادة انتباه الناس. مع إن الحقيقة إن الجمهور عمره ما حب الشخصيات العظيمة بسبب التصنيفات دي، بل بالعكس الجمهور حب الشخصيات بسبب شجاعتها وقوتها، مواقفها، ذكائها، وتضحياتها، واللحظات اللي بتخلينا نحس إنها حقيقية. أنا شخصيا مش شايف إن المشكلة مش بس في وجود شخصيات مثلية، لأ، في مشكلة كمان في إن هو لما الصفة دي تتحول من مجرد تفصيلة بسيطة في الشخصية لإنها تبقى محور الشخصية كلها. لما يبقى عندك شخصية مكتوبة بشكل عبقري وفي الآخر تلاقي إن الحملات الإعلامية مركزة على جزء واحد معين من الشخصية، وكأن كل التطورات والإنجازات والصراعات اللي شفناها طول العمل دي بقت حاجة ثانوية. واللي يضايق أكتر إن ده ساعات بيظلم الشخصية نفسها، لأنها كانت محتاجة تتشاف بشكل أكبر، إنها تكون إنسان كامل ليه رحلة وقصة وتاريخ، مش مجرد عنوان أو تصنيف. وفي الآخر الشخصية القوية مش بتكون قوية بسبب ميولها الجنسية ولا لونها ولا بسبب أي تصنيف تاني. الشخصية القوية بتكون قوية بسبب أفعالها وقراراتها وتأثيرها في القصة، وعلشان كده الشخصيات العظيمة فضلت عايشة في ذاكرة الناس لسنين طويلة، وده لأن اللي بيعيش فعلا هو القصة مش التصنيف.